فغالبا وقع الجواب ده في ايد خالها ده. خالها. وطبعا خالها راح ودى الجواب ده يا لوالدي. الله يا الله. وطبعا كانت يوم القيامة. يعني هذا لما اتذكر هذا الموقف طبعا اداها لوالدي وقال له شوف يعني ابنك كاتب لبنت اخويا قد ايه، لان كانت بنت اخوه اخوه كان في اسيوط على ما اعتقد. أيوة. وهي كانت عايشه مع خالها أيوة. في البلد. يا الله. فطبعا رجعت من المدرسه عادي وبابا راح مستلمني. أيوة. والتاني علقه بقى علقة. يعني طبعا مقدم الصداق كان 25 جنيه، لا 25 قرش، قرش. ومؤخر الصداق 25 قرش يا الله. اللي كتبناه في القسيمه. يا وما الله. زالت القسيمه بتاعت الزواج وصلت يا موجودة. ود يا شفت أنت. 25 قرش هي شاريتك وانت شاري. اللي دلوقتي اقل حاجه اقول لك اكتب 700,000 و لا لا 800,000. هذا ما ايه ده ايه ده ايه الزمن هي بتاعنا شاريتك ده. وانت حلو. لو احنا هنعمل مثلا التدخل بالابره تحت الستي بيبقى حدود 1400 يورو. 1400 يورو التدخل، واذا كان قسطره بتبقى 2500 يورو. او الابره 1400 يورو. 1400 يورو. وصاحب الكلب بيدفعها. وصاحب الكلب بيدفعها ويتمنى كمان ان ياخد ميعاد عندي. يا سيدي يا سيدي. لان طبعا. مرحبا. اليوم بحلقتنا بدنا نحكي عن موضوع شيق، موضوع غريب للمشاهد العربي، موضوع ما عم يتاخد حقه ببلادنا العربية، مع انه بأوروبا وبأمريكا عم يتاخد حقه. اليوم معي ضيف استثنائي، معي ضيف من مصر الحبيبة، من مصر جمال عبد الناصر، من الصعيد. معي البروفيسور الدكتور صفوت علي حسن، استشاري وأخصائي في الطب البيطري وجراحة العمود الفقري، وخصوصا جراحات الحد الأدنى. أهلا وسهلا فيك بروفيسور صفوت علي حسن. أهلا وسهلا فيك أبو عمر الغالي. أنا بتشكرك على وقتك وأنه أعطيتنا إياه، وبتشرفني اليوم بالحلقة هاي. فبتمنى أول شيء تعرفني مين هو صفوت علي حسن، مكان الولادة، شو كانت الطفولة، الشباب. أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا حبيبي بروفيسور محمد عروس على الاستضافة في حلقتك اليوم للتحدث عن ما وصلنا إليه من ربنا أكرمنا به من العلم، وبداية من الطفولة بتاعتي. فشكرا جزيلا على هذه الدعوة. أهلا وسهلا. أهلا بيك. لو حبينا نتكلم عن الطفولة بتاعتي، أنا الحمد لله ولدت في صعيد مصر الحبيبة، أم الدنيا. أم الدنيا كهي معروفة لكل العرب وكل الناس. ولدت في صعيد مصر في مدينة تسمى دشنة على النيل مباشرة، تبع محافظة قنا في صعيد مصر. وبعد ولادتي على ما أعتقد 3 أو 4 سنين، والدي وهو أستاذ في التربية والتعليم انتقل إلى القاهرة. أيوة. وكان في هذا الوقت مدير مدرسة الأحداث في عهد الملك فاروق. هذيك الأيام. أيوة. بالضبط، رحمهم الله جميعا. وعاش فترة هناك، وعشنا فترة في الأناضل الخيرية، ثم عاد إلى شبرا، شارع الترعة البرقية في شبرا، ثم حن إلى الصعيد مرة أخرى. وهو أصلا من الصعيد، ووالدتي كذلك من الصعيد مصر. ورجعنا إلى مدينة دشنة مرة أخرى. أكملت المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدينة دشنة. أيوة. وكان لنا ذكريات طيبة كثيرة في هذه البلدة في الستينات وبداية السبعينات. انتوا انا حسب ما بعرف انه والد مدرس الله يرحمه، واستاذ يعني ربى اجيال، وانتوا عائله كبيره ما صفوات؟ الحمد لله. كم اخ وكم؟ احنا عائله كبيره جدا كعائله، عائله العبابيد والحسينات من دشنة. واما اخواتي فاحنا 9 اخوات ما شاء الله، 5 اولاد و4 بنات. ووالدي الله يرحمه كان طبعا مدرسا للغه العربيه والدين، ومن خريج الازهر الشريف، وكان من كبار رجال العلم والدين. انت كل اخواتك متعلمين؟ وكلهم خرجوا، كل اخواتي ال9 خرجوا من الجامعة والحمد لله، منهم اطباء ومهندسين ومدرسين ما شاء الله.
وكان والدي الله يرحمه حتى قبل يموت، يعني هنا أتذكر كان لديه 54 حفيد. واو، ما شاء الله. ومن هؤلاء الأحفاد كان 17 حفيد في طب، في كلية الطب البشري. يا الله، ما شاء الله. الله يرحمه، يعني الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن إليه. فكان يهتم جدا بالتعليم، وأول من كافح في تعليم المرأة بصعيد مصر. ما شاء الله. الله يرحمه، الله يرحمه ويجزيه خير. والأربعينات. الله يرحمه ويجزيه خير. الله يرحمه. فكانت دي بداية طفولتي، يعني حتى الثانوية العامة في مدينة دشنة بصعيد مصر. طيب، بما انه انتوا بالصعيد، والصعيد كتير بنسمع عنه من الافلام ومسلسلات. انا طبعا زرت مصر مرتين، بس الصعيد ما زرت. طيب، شو عندك هيك ذكريات طفولة وشباب، هيك ذكريات حلوة وذكريات مثلا ما حلوة او سيئة، جميلة وما جميلة، يعني ذكريات بلكي اذا هيك عندك شيء؟ يعني انا من ذكرياتي طبعا، انا مواليد 56. فطبعا ده كانت حرب في مصر، ولكن طبعا كنت لسه طفل رضيع، لم يعني احس باي شيء من هذه الامور. ولكن من ضمن الذكريات الجميله ان احنا فاكر ان كنا دايما نلعب كره القدم في الشوارع. الشوارع ما كانش اسفلت، كانت الشوارع ترابيه. فكنا دائما يعني ايه وكان الكرة بالنسبة لنا كرة معمولة من شراء من القماش، ما كانش فيه كرة كفر. أيوة. واحنا في الستينات لحين ما بعد كده. بدي اسالك معلش، هلا انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي. اهلاوي يعني حبيب قلبي، مع انه انا بحبه لحسن شحاده حبيب قلبي. بس بيبو بتعرف هذا نحن يعني طبعا انا اهلاوي يعني مثلك يعني. حسن شحاده كابتن يعني حسن. حط بصماته على الكره المصريه. ولكن طبعا انا اهلاوي بيور يعني. تفضل. وبشجع حتى الان يعني حتى كنتوا تلعبوا بالطابل؟ حتى حفيدي الان مروان. أيوة. ابن بنتي الكبيره 6 سنوات حاليا بيلعب دلوقتي في النادي الأهلي في أسيوط. ما شاء الله. ما شاء الله. النادي الأهلي فتح فرع في أسيوط. أسيوط عاصمة صعيد مصر. أيوة مصر. أيوة. ما شاء الله. وحفيدي بيلعب في النادي الأهلي. خيو معلش إذا هيك بنعمل عقد معه وبعدين نحن بندير بالنا عليه. طيب هي شو اسمه يعني تلعبوا بالطابة، هي من الشغلات الذكريات الحلوة اللي كنت شو اسا في عندك ذكريات حلوة؟ يعني فكنا دايما بنلعب بالكرة شراب لغاية ما الكرة اللي هي بنسميها كرة شراب او من القماش، لغايه ما بعد كده كبرنا شويه وبقينا في 10 12 سنه ابتدينا ندخل الفريق بقى الكبير ونلعب معاه بالكره الاصليه، الكره بنسميها كره كفر. وكان عندنا فاكر انا على احنا منزلنا على النيل مباشره، فكان عندنا بينج بونج، ترابيزه بينج بونج. أيوة. في الحاره هناك، فكنا بنلعب برضو بينج بونج. وكان دايما حتى من ذكرياتي الجميله اللي انا فاكرها انه كان دايما يقال ان الغالب على الترابيزه. فانا كنت من الشطار في هذه اللعبه. كنت احسن واحد دائما تلعب. فكنت العب 3 4 5 ساعات، ما كانش اتعب، ما كانش في حاجه اسمها تعب. وكنا نرجع طبعا مطربين ومعفرين بالجوار، وعلى طول ناخد الدش. يعني من ضمن الحاجات اللي فاكر في الستينات ما كانش عندنا دش، يعني لان البيوت كانت مبنيه من الطوب اللبن، ما كان في غالبا كان في حاجه اسمها طشت اناء. أيوة. وبالابريق. أيوة. يتصب عليك الميه. أيوة. وتستحمى. يعني ايام ذكريات سبحان الله. لما نبص على اولادنا حاليا والترفيه المرفهين به حاليا، يعني قد ايه احنا كافحنا على بال ما وصلنا لما وصلنا اليه من اعلام اوروبا والعالم. كان في ضوء يعني، كان في كمان اناره ولا ما كان في اناره؟ الاناره كان عندنا، كان في موتور واحد على مستوى المدينه على ما اعتقد، كان على المغرب. أيوة. يعني يبتدي في المغرب ساعتين 3. أيوة. فكان دايما كل لعبنا او كل فترتنا على الاناره بتاعت اعمده الشوارع. ايوه. لدرجه ان فاكر حتى في الاعداديه وفي الستينات واوائل السبعينات كنا بنذاكر على اعمده الاناره في الشارع. تدرسوا على كنا بنذاكر ونقرا ونذاكر على، وبرغم كده كنا متفوقين جدا. وما كانش في عندنا. هي الاساس بالبيت يعني، الاساس بالبيت الوالد. الله يرحمه، الاساس بالبيت يعني فكنا الحمد لله كان عندنا اجازه الصيف بتبقى 3 4 شهور. 3 شهور 4 3 شهور. فكان كنا دايما يعني
يعني نختلط بين اللعب وبين ان ندرس الفقه وندرس قصص. كان عندنا مشاغل، يعني ما كانش في قناة في التلفزيون غير قناة واحدة على ما اعتقد في السبعينات. ايوه. فكانت يعني حياة طفولية، كان كل أصدقائنا يتجمعوا سواء في بيتنا أو في بيت آخر من واحد من الأصدقاء. أيوة. وفاكر أيام رمضان كان الناس كلها تتجمع في البيوت ما في أحلى من المختلفة. هذيك الأيام، كان أجمل أيام. يعني الحياة كانت رخيصة جدا. كان فاكر مرتب والدي كان حوالي 2 جنيه ونص، وكان في هذا الزمان في الستينات، وكان يكفينا، وكنا عايشين عيشة جميلة. كانت أيام خير صفوان. كان أيام خير كتير حقيقي. يعني الواحد لما يتذكر ويقارن بالأيام اللي بيسمع عنها حاليا في بلادنا، نحن نفس الشيء كمان بسوريا. يعني كانت أيام خير إن شاء الله. كانت أيام خير، والناس كانت خيرة جدا. لأن ما كانش فيه أي عامل خارجي بيبث أي أفكار غير الأفكار اللي بتاخدها من جدك وجدتك وعمك وعمتك وخالك وخالتك. فكان التربية يعني وهي الأساس نحن بنحكي عليه، الأساس اللي هون عم تضيع بأوروبا. يعني بالضبط. التربية كانت حسنة جدا، لأن كانت الأسرة الصغيرة قوية في الأسرة الكبيرة. طب شو كان عندك ذكريات صفوت حبيبي؟ شو كان عندك ذكريات هيك يعني سيئة أو سلبية؟ يعني هيك تحكي لنا إياها كمان، هيك أيام تعرف كل واحد عنده ذكريات. يعني هو طبعا أنا فاكر حاجة من الذكريات اللي هي يعني ممكن تسميها سلبية، ممكن تسميها العصور بتختلف. يعني احنا كنا متربيين تربية دينية وتربية طبعا في أسرة سواء من طرف الوالد أو الوالدة الله يرحمهم ويحسن إليهم. يعني فاكر ان احنا ما كانش في تليفونات زمان. فكان طبعا في الستينات ما كانش في تليفونات، وبداية السبعينات. فانا فاكر على ما اعتقد كان في الاعدادية او حاجة زي كده، او كان عمر الواحد حوالي 14 15 سنة، وقت المراهقة. يعني وقت المراهقة. يعني في سن المراهقة. فكان الواحد لو هو معجب بزميلة ليه، احنا كان عندنا المدارس مشتركة في صعيد مصر. الأولاد والبنات في البنين والبنات في محترمين جدا، يعني في مدرسة واحدة وفي صف واحد وفي فصل واحد. يعني الصف كان مختلط أولاد وبنين، الفصل نفسه. فكان في أحد البنات الحلوين، فكنت يعني معجب بيها، فكنا دايما نتلاسم في الفسحة. حلو. فكانت دايما تكتب لي قصصات من الورق كخطاب. هو دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن وتحطها في كراسة وتدهاني أو كلام زي كده. المهم ان انا فاكر ان انا مرة كتبت جواب في حب وغرام وعليه قلب طبعا مرسوم، والحاجات الحاجات بتاعت الشباب والمراهقة دي. فطبعا وحطته لها في كراسة، واخدت الكراسة معاها البيت. فكان خالها، أنا كان والدي طبعا في هذه الأيام هو رئيس القطاع ومدير، وكان خالها مفتش في القطاع. فغالبا وقع الجواب ده في ايد خالها، وطبعا خالها راح ودى الجواب ده لوالدي. يا الله يا الله. وطبعا كانت يوم القيامة. يعني هذا لما اتذكر هذا الموقف طبعا اداها لوالدي وقال لي شوف يعني ابنك كاتب اللي بنت اخويا قد ايه، لان كانت بنت اخوه كان في اسيوط على ما اعتقد. وهي كانت عايشه مع خالها في البلد. يا الله. فطبعا رجعت من المدرسه عادي، وبابا راح مستلمني واداني علقه بقى يعني طبعا من تحت الزفت ما بتقولوا انتوا. ما فيش خلاص بقى، ماما تصوت واخواتي صوتوا. ازاي انت تفضحنا مع الناس، وازاي تكتب حاجة زي كده، وانت اللي طالع من بيت علي حسن بالطريقة دي، واحنا اللي بنعلم الناس التربية، بنات الناس دي احترامها. فلما الواحد يتذكر هذه الايام وقد ايه كانت الاخلاقيات، انك انت لو لمست شعور انسانة بخطاب مش بلمسه ولا بوسه ولا حضن ولا كلام ده، قد ايه التربيه كانت بتنعكس على طول ان في حاجه، كل حاجه ليها حدود. ورصانه التربيه ورصانه التقويم. برغم ان دلوقتي طبعا يعني في العلم الحديث والادب الحديث الضرب ممنوع والى اخره، ولكن احنا ما كانش الضرب المبرح بالطريقة اللي هي الناس بتصوره، ولكن في نفس الوقت كان أحد وسائل التربية اللي أثرت فينا، وكنا بنحب آبائنا وبنحب أمهاتنا برغم هذه الأشياء اللي كانوا يعاقبون عليها أحيانا بالطرق بتاعتهم اللي كانوا يعرفوها على هذه الأيام.
فلما نشوف أولادنا حاليا والأجيال في كل دولنا العربية ودولنا الإسلامية، كل دول العالم يعني ودول العالم، وحتى عندنا في أوروبا هنا الفرق شاسع أكيد بين التربية أكيد. في السابق والتربية الآن. يعني فالله المستعان حاليا يعني في نقطة التربية معك. فده جزء من الأشياء الحلوة يعني حلوة السلبية، حلوة السلبية أيوة. ومن ضمن الحاجات السلبية اللي طبعا مؤثرة فيها وافتكرها لغاية دلوقتي لما قامت الحرب في 67 على جمهورية مصر العربية. فإحنا طبعا ما زلنا على النيل، وغالبا الطيران الإسرائيلي كان يمر على النيل في طريقه، ضرب في نجا حمادي جنبنا القنطرة. أيوة. فكان دايما بالإذاعة، ما كانش فيه غير إذاعة، الإذاعة الراديو. أيوة. فكان دايما نداءات ان احنا لازم نضلم البيوت ولازم نعملها بلون ازرق لو احنا شغالين شمع او شموع او اي اضاءة خفيفة علشان الطيران ما يشوفناش ويضربنا. يعني دي كان بالنسبة لنا في الطفولة بتاعتنا كانت يعني بتبقى سلبية جدا. وكنا لكن من ضمن الحاجات في خلال الفترة دي الزمنية دي كان لما يحصل خطاب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان كل المدينة على مذياع واحد في نص البلد كده، والناس كلها متجمعة عشان تسمع الخطاب بتاعه. وكان هو له لهجة قوية وشديدة. الله يرحمه الله يرحمه ويحسن الله إليه. يرحمه الله يرحمه. يعني من ضمن الحاجات السلبية اللي الواحد بيفتكرها يعني حتى الآن، يعني بعد هذا العمر الطويل سواء في داخل الجمهورية العربية أو في خارجها، ما زال الواحد في ذاكرته هذه الأشياء. طيب، يعني مرحلة يعني شيقة جدا. بدنا ننتقل على مرحلة الجامعة. طيب، دخلت أنت، طلعت خلص الثانوية، وين كانت مرحلة الجامعة؟ شو سويت بالجامعة؟ وليش اخترت الطب البيطري؟ يعني أنا يمكن فاكر أنا وأنا في خلال المرحلة الثانوية كنت دايما أسمع الراديو، وكنت فاكر إن حصل في الراديو كان في اختراع شديد جدا حصل جديد، فأثر في نفسي كتيرة جدا وأثر في قلبي، اللي هو نقل القلب، زراعة القلب. كانت في أوائل السبعينات، فاكر هذا الكلام، يا إما آخر الستينات أو أوائل السبعينات. مظبوط هكذا. وكان طبيب أسنان هو اللي زرع له أول قلب، لما أنا أفتكر يعني بالضبط وأجمع أفكاري وأنا بتحدث معاك الآن. فكنت باشتياق شديد جدا، وجراح قلب. فكان نفسي في الجراحة، نفسي أبقى زيه. ازاي يبقى ده مشهور كده ويعمل حاجات زي كده، واحنا ليه ما نبقاش زيه مشهورين ونعمل حاجات برضو العالم كله يستفيد منها والبشرية تستفيد منها. فده كان مازال في مخي. لما خلصت الثانوية العامة، وأنا في الثانوية العامة مرض شديد بالربو، اللي هو الحساسية شديدة في الأزمة ربوية. أيوة. فكان نفسي ضعيف، وبالتالي في الامتحان ما وفقتش ان انا اجيب درجات عليا تدخلني الطب البشري. ايوه. فدخلت الطب البيطري على اساس ان انا انجح فيه، وانا كنت اعلم تماما ان كل الطب البشري التقدم بتاعه بالجراحات التجريبية على الحيوان اولا. لكن وبالتالي لان كان في الراديو اللي انا سمعته ان هم جربوا الاول كتير على الحيوانات وعلى الخنزير والى اخره، وبعدين وصلوا ان هم يقدروا يزرعوا وينقلوا القلب من الانسان الى انسان. يعني درست انت دخلت الطب البيطري هيك عن حب للحيوانات، وفي نفس الوقت على ان انا ابقى جراح. ده كان كل هدفي. ان انا ابقى جراح وجراح مشهور، وان انا احط بصماتي على الانسانية وعلى البشرية في هذا المجال. ووفقت طبعا مع حبي لهذا الامر. انا كنت الاول على دفعتي طوال ال5 سنوات ما شاء الله. اللي انا درست فيها الطب البيطري ما شاء الله في جامعة اسيوط اللي تعتبر عاصمة صعيد مصر. فكنت الاول على دفعتي، وبالتالي لما خلصت نظامنا عندنا في الجامعات المصرية ان كل واحد الاوائل دايما بيتاح ليهم ان هم يدخلوا القسم البدنيا عشان يبقوا مدرسين او يعني مساعدين في هذه الاقسام. القسم استاذ مساعد بالضبط. طيب. فانا طبعا على طول كل رؤساء الاقسام عرضوا علي ان انا ابقى عندهم في القسم بتاعهم. وانا كنت يعني ما شاء الله الحمد لله بفضل من ربنا علي، كنت طبعا ذكي وشاطر وانرجيتك في هذا الزمان.
وخلصت خلصت الجامعة بتاعتي على عمر صغير جدا، على ما أعتقد كان 21 سنة ونص أو 2، يعني 21 سنة وكم شهر. كنت مخلص، وتعينت كأصغر معيد في هذه الجامعة، أستاذ مساعد. أيوة. في قسم الجراحة في جامعة أسيوط. أيوة. ومن خلالها بقى بدأت الماجستير يعني بتاعي. خلصت أنت هنيك يعني خلصت عملت الاختصاص هنيك، خلصت الماجستير. خلصت الماجستير واشتغلت في الفترة دي مع الطب البشري طوال الفترة دي في الحيوانات التجريبية. أيوة. في جراحات التجميل وجراحات الأوعية الدموية وجراحات نقل الأعضاء والحاجات دي في هذا الوقت. وبعدين جاتني منحة على أمريكا أيوة. كان بيسموها منح السلام، اللي كان عملها الرئيس الراحل الله يرحمه السادات. كان في علاقات بيننا وبين أمريكا قوية في هذه الفترة. أيوة. طلعت على أمريكا أنت ولا؟ طبعا طلعت أمريكا، بس أنا طلعت بعدين يعني ما أخذتش هذه المنحة، أخذت منحة إلى ألمانيا. أخذت منحة ألمانيا. إلى ألمانيا. أيوة. طيب هلا قبل ما نحكي على مرحلتك، مرحلة ألمانيا ومرحلة السفر، يعني جيت طلعت من مصر أم الدنيا، طلعت على ألمانيا. قبل ما نطلع، شو بتعني لك مصر أم الدنيا كصفوة علي حسن؟ طبعا مصر بتعني لكل إنسان عربي حر، بتعني له كتير. نحن كلاتنا بنحب مصر، وبتعرف نحن أنت يعني أنا كإنسان سوري شو بتعني لي مصر بالنسبة لي. يعني أنا إنسان بحب مصر وسوريا، لأنه كانوا تعرف يعني كنا دولة واحدة، والله يجمع كل الدول مع بعضها. لأنه أنا قلت لك أنا إلي بقطر مثل ما إلي بالجزائر، مثل ما إلي بالإمارات، مثل ما إلي بمصر، ما بسوريا، أنا هيك بالأردن، بلبنان، أنا هيك تربيت. يعني هي تربيتي أنا بالبيت. فأنت شو بتعني لك مصر؟ مصر بالنسبة لي طبعا هي الجذور بتاعتي، هي اللي أنا تربيت وترعرعت في كيانها وأجمل أيام طفولتي شبابي في مصر. يعني حتى لو احنا هنحكي بعد كده على الفترة من بعد ما سافرت، أنا بعد ما سافرت وعشت في الغرب وحطيت بصماتي كتير في الغرب، رجعت بعد حوالي 12 سنة تاني إلى مصر علشان أخوض التجربة من جديد. يعني بعد ما تركت مصر فترة كبيرة جدا وحطيت بصماتي في الغرب وتعلمت كتير، وصلت لأعالي الدرجات، رجعت تاني في مصر عشان أدرس في مصر وأتعلم يعني في مصر. هلا يعني مصر حب لمصر، حبك وما زال حبي لمصر لدرجة إن ابنتي الكبيرة تزوجت من مصري وعايشة حاليا في أسيوط. ما شاء الله ما شاء الله. وبالمناسبة برضه حفيدي في دلوقتي في النادي الأهلي في أسيوط. أهلاوي خيو، أهلاوي. في فرع النادي الأهلي في أسيوط. إن شاء الله بكرة هيك بصير لاعب مشهور إن شاء الله. بس من هلا نعمل معه عقد، أنا يعني أعمل معه عقد أنا مشان انتبه لي يعني. ها قريبين. حفيدك حبيب قلبي. طيب طلعنا، أنت احكي لنا عن مرحلة السفر. يعني بتعرف كل طالب، كل واحد مخلص، أنت طبعا كنت مختص، اجتك المنحة، منحة يمكن الدكتوراه، ما دكتوراه ودكتوراه الدولي البي اتش دي، طلعت فيها انت على ألمانيا ما على امريكا. احكي لنا على المرحلة هي وكيف امتى واي سنة أنا طبعا يعني كان الحمد لله كل أساتذتي بيحبوني جدا، وكان فخرجت أنا في سنة 86 إلى ألمانيا. والأول طبعا تعلمت اللغة الألمانية. كان في أيامنا احنا في جروندشتوفة 1 و2 و3، يعني مراحل مختلفة يعني بالضبط. فأنا خلصت أحد المراحل دي في معهد جوتا في القاهرة، معهد جوتا انستيتيوت في القاهرة. وخرجت جيت ألمانيا على بوبارت في الراين. هناك وصلت لغاية جروندشتوفة دراي بيسموها، اللي هي المرحلة الثالثة، يعني المستوى الثالث في اللغة. وبعدين رجعت على جيسن، جامعة جيسن، حيث بدأت هناك بداية الدكتوراه بتاعتي البي اتش دي. وكان عندنا في حاجة بيسموها جوينت فينشر، اللي هو قناة علمية، يعني أخلص العملي والآخر كل حالاتي في الجامعة في ألمانيا. وأرجع أمتحن بعد كده البي اتش دي في مصر. أيوة تمام. خلصت في آخر 88. أيوة. ورجعت إلى القاهرة
وقتها رجعت القاهرة مثل ما تفضلت انه هنيك علمت وقتها. بالضبط، هناك درست في القاهرة في 89 و90 و91. ايوه. ورجعت على ألمانيا. ورجعت على ألمانيا في 91 بعد زواجي من زوجتي الحالية اللي هي ماريا. أيوة. وكان لها قصة طبعا، يعني قصة مثيرة في رجوعي تاني لألمانيا. فضل. أنا في خلال الفترة دي بعد ما احكي لنا على القصة، يعني إذا عم تحكي قصة قبل ما احكي لنا لو سمحت، حتى هيك نعرف شو هيك قبل ما نبلش بالشيء الأساسي اللي هو بالقسم الطبي والبيطري. يعني هو طبعا قصة لطيفة جدا، إن أنا في خلال فترتي وأنا بشتغل في جيسن كدوسنت في مساعد في جامعة جيسن في قسم الجراحة، فتعرفت على زوجتي الحالية اللي هي ماريا في 87. أيوة. تعرفنا على بعض في حمام السباحة. حلو. فكنا في واحدة أمريكية بتعلمنا نوع معين من أنواع السباحة. الدولفين سويمينج. أيوة. الدولفين سويمينج. فتعرفنا على بعض. أيوة. وكانت ماريا بتحب دايما يعني تحضر معنا الحفلات وايام رمضان وحفلات في مكتب الاجانب. كان في مكتب الاجانب، الله يخليها الحجه ماريا. انا بعرف حجه اكثر من مره الحجه ماريا، الله يخليها. ماريا. أيوة. بارك الله فيها. فسبحان الله تعرفنا عليها وكنا على علاقه طيبه في خلال السنين اللي انا كنت مقيم فيها في جامعه جيسن. أيوة. بعدين انا رجعت مصر وهي ما عرفش راحت فين. المهم ما كانش فيه طبعا تليفونات موبايل وكلام ده في هذا الوقت، وبالتالي انقطعت اتصالات فيما بيننا. سبحان الله. سبحان الله. أنا بعد ما رجعت مصر كنت دايما الصيف أقضيه في ألمانيا، بشتغل في عيادات خاصة وجزء منها في الجامعة. في سنة 91 ألتقي مرة أخرى في أحد الزيارات دي بماريا في نفس الشارع اللي كنا دايما بنتحرك فيه عند استوديو اسمه زايبل في فرانكفورتر شتراسة في جيسن. يا الله. سبحان الله. وابتدينا نتبادل مع بعض بقى العناوين والتليفونات. وبعد كده رجعت مصر، وكان يعني كتير من اساتذتي نفسهم ان انا اتجوز. يعني خلاص مش معقول انت تقعد العمر ده متجوز. المصريين طبعا في صعيد مصر لازم الراجل يتجوز مبكرا. مظبوط. انا كان طبعا هدفي الرئيسي ان انا اكمل مشواري العلمي وبعدين اتزوج. المهم طبعا فخطبوا لي واحدة في مصر وما وفقتش في هذه الخطبة. أيوة. نتيجة ان طبعا كان في اختلافات بين الثقافات صعيد مصر والقاهرة. أكيد. بعد كده انا كنت عارف ان ماريا بتحبني. حلو. وانا كنت بحبها والله. انت بس لكن الظروف ليه وخي يلا والله يعني انا كنت محبوب معبود الجماهير هنا. لا ايه والله واثق من نفسك انت. واثق من نفسك طبعا. طبعا حبيب عروس. ففاكر ان فاتصلت بيها بالتليفون. ما تقول لي سألت سؤال بتتجوزيني ولا لا، بس على طول هو كان سؤال واحد. يا ماريا انت عارف انا عارف انت بتحبيني وانا بحبك، تتجوزيني؟ سؤال واحد. أيوة. بعد دقيقة سكوت في التليفون كان زمان عن طريق الكابينة، ما فيش حاجة اسمها موبايل وكلام من ده. السكوت علامة الرضا يا صفوة. قالت لي طبعا علامة الرضا. لا ده كمان ردت طبعا. بس قلت لها يا حبيبتي طب خلاص. صفر معلش انت صعيدي. ايوه. طب هون كمان الواحد بفكر طب شو موقف الاهل؟ موقف الاهل. الوالده صعيديه. ايوه. يعني لا انا قلتها بعفويه طبعا، لسه ما سالتش اهلي وهي طبعا ما سالتش اهلها. المهم ان انا قلت لها كده، هي قالت انا موافقه. قلت لها خلاص خلصت انت اوراقك وانا اخلص اوراقي بس على شرط ان الجواز لازم يتم في مصر، لان انا والدي صعيدي واسرتي صعيديه، ولازم بابا يشوفك قبل ما نتجوز، لازم يوافق عليكي. حلو. قالت لي طب وانا هقول لاهلي؟ قلت لها انت حره انت واهلك، المهم ان انا اهلي. انت اهلي. لان طبعا انا عادات الالمان كنت اعرف انهم يعني ممكن تبلغ اهلها، لكن الاستشاره بتاعت الاهل في المانيا هنا غير مجبره. مظبوط. احنا عندنا في صعيد مصر مظبوط. في هذه الاوقات في الثمانينات والسبعينات طبعا الاهل ليهم قوه كبيره جدا. التربيه نرجع عليه حسب التربيه. فرجعت لوالدي وقلت له يا والدي ده كذا كذا، ان في انسانه اعرفها كذا وانسانه على خلق، وقال لي هتتجوز لي اجنبيه يعني هتسيبنا وتمشي؟ قلت له يا بابا ما انا كده ولا كده كنت بره، ويعني دايما انا حاجه مصر مش شوف هتسيبنا يعني خلاص هتسيبنا وتمشي.
المهم ان انا اقنع، قال لي خلاص يبقى تيجي الاول نشوفها وبعدين ايه نقرر. حلو. قلت هذا الكلام لزوجتي. فالمهم هي اخذت شنطتها وخلصت الاوراق وعملنا ميعاد في السفاره الالمانيه في القاهره وجات علينا. او هي بقى كانت ذكيه شويه، اتعلمت لغه عربيه حوالي 6 شهور في معهد في جيسن ما شاء الله. عند واحد مغربي على ما اعتقد. والله شاريتك يعني كانت الحاجة مصرية. ايوه علشان تعرف يعني. تتكلم مع اهلي. ايه. انا اهلي معظمهم يتكلموا طبعا يا عربي، وبعضهم اللي في الجامعات انجليزي. فجت ودخلت، واول ما دخلت البيت عندنا وقالت السلام عليكم. يا الله. الله ده بتتكلم عربي. المهم اتكلمت كلمتين والحمد لله وشكرا ومش عارف ايه. طبعا ايه، هي كانت اصلا انسانه طيبه وحبوبه. انا بعرف حبوها على أيوة. طول. أيوة. وانت عارف طبعا الحاجه أيوة. ماريا طبعا أيوة. يعني أيوة. طيبه. حبوها كتير. بعد نص ساعه او 3/4 ساعه والدي قال لي يا ابني خلاص هي دي زوجتك، توكل على الله. الف مبروك. نقرا الفاتحه. قرينا الفاتحه الحمد لله. ما شاء الله. وربنا وفق ورحنا على القاهره وعقدنا القران بتاعنا في مكتب الاجانب. أيوة. الجميل في هذا الوقت حبيبي محمد، مقدم الصداق كان 25 جنيه، لا 25 قرش، ومؤخر الصداق 25 قرش اللي كتبناه في القسيمه. وما زالت القسيمه بتاعت الزواج يا ودي. شفت 25 قرش. هي شاريتك وانت شاري اللي دلوقتي اقل حاجه يقول لك اكتب 700,000 و800,000. ايه الزمن بتاعنا ده. حلو. الحمد لله وربنا رزقني، انجبت منها 3 اولاد. إيه لكن أنا سارة ومروة سارة وعمر ومروة. سارة لكن وعمر الدكتور عمر. طبعا عمر ده حبيبك، ده ابنك المفضل. حبيب قلبي. الله يخليك يا أبو عمر. ربنا أكرمني. سارة حاليا دلوقتي عندي منها الحمد لله مروان 6 سنين، وحفيد لسه جديد. جايين هم في الشهر الجاي إن شاء الله إلى ألمانيا زيارة في شهر 8. أنس 9 شهور. ما شاء الله ما شاء الله. بس. وعندي عمر الدكتور طبعا ده حبيبك انت متولي. عمر أيوة. طبيب حاليا لي 3 سنين، طبيب بشري. أيوة. في هامبورغ هنا عم يختص داخليا. ومروة درست الموسيقى. الله يخلي لك اياهم. الله يخلي لك اياهم. فالحمد لله. الحمد لله. هلا احنا يعني بتعرف يعني هيك انا قلت لك مصر حبيبة الدنيا، ام الدنيا. هلا بدي انا بس ادخل معك هلا بالشق العلمي. وانا لانه بعرف يعني انا بعرف كتير قديش انت تعذبت، وانت انسان يعني اكاديمي، انسان بتعلم اطباء. اشتغلنا نحن سوا، عملنا تجارب سوا، غير انه انا والله انه دكتورك، بس نحن اشتغلنا كتير تجارب خاصة. وانت كمان انسان مشهور بكل العالم. انا عم بعرف شو عم اقول يعني بكل العالم، خصوصي بعلاج العلاجات الحد الادنى للحيوانات، الكلاب والقطط. و80% وانت جراح، انا كمان بتشتغل جراحة، فبدك تحكي لي عن المرحلة هاي. وانت اسمك معروف علميا انه انت من المؤسسين للجراحات الحد الادنى. شيء اللي بنشتغلوا نحن على العالم على البشر بتشتغلوا انت. لو سمحت تحكي لي على المرحله هي، وشو بتعني لك المرحله هي، وكيف بتعالج انت. نحن ما بنعالج نحن المرضى البشر، انت كيف بتعالج حيوانات اللي هي الكلاب والقطط يعني. ومثل ما قلت لك ان نحن اول ما بلشنا بالحلقه نحن قلنا انه هذا كتير موضوع يعني باوروبا يعني شاغل الاوروبيين، لانه كل واحد عنده حيوان، كل واحد عنده قطه، وما اخذ حقه ببلادنا العربيه. لو سمحت. يعني هو طبعا كما تفضلت يعني للاسف الشديد في العالم العربي ان الطب البيطري هو عبارة عن الحيوانات الكبيرة فقط. لكن لو احنا بصينا للثمانينات والتسعينات ولغاية دلوقتي وصلنا لغاية 2024 2024 فنجد ان الحيوانات الصغيرة اللي هو الكلاب والقطط مش فقط للتربية زي ما الناس فاكرة ان بس الكلب بنربيه في الجنينة علشان يحرس البيت ويحرس الفيلا ويحرس القصر. لا، ده احنا عندنا الكلاب دلوقتي يعني تعتبر احد الاسلحة
واحنا شايفين في ايامنا هذا قد ايه الكلاب احد الاسلحه الرئيسيه في كل الحروب وفي كل الامور، سواء مخدرات، سواء تكتشف جثث البني ادمين، سواء في الكوارث، سواء في السباقات، سواء في يعني كشف المفجرات، كشف الالغام، كشف المخدرات، كشف يعني هذه الكلاب التدريب بتاعها غالي جدا. يعني أنا لما أتذكر لما كنت في شتوتغارت هناك، وكان عندي كل الكلاب البوليسية بتاعة مقاطعة بادن فيتنبرغ كان أيوة. كلها بتيجي عندي في المستشفى اللي أنا كنت بشتغل فيها، وكنت رئيس قسم الجراحة فيها. فكان دايما الكلب غالي جدا. الكلب كان بيكلف حوالي فوق 100,000 أو 200 أو 100,000 أو 200,000 مارك في هذا الوقت. في التدريب بتاعه أيوة. اللي بيتدرب على هذه الأشياء دي كلها. فده اللي هو فكنت دايما بعمل كل عمليات الجراحة زي ما في البشر بالضبط. الجراحة التقليدية نفتح، وإذا كان عندنا انفتاق في الديسك ضاغط على العصب، على الحبل الشوكي أو على الأعصاب مظبوط. وخاصة كانت اللي هو الجيرمان شيبرد، الكلاب اللي هو الجيرمان شيبرد معروف ان هو دايما كان الكلاب البوليسيه الالمانيه بالضبط، وكلاب الروتفايلر. أيوة. الكلاب دي كانوا هم دول في معظمهم عند البوليس. ايوه. فطبعا كانت الكلاب دي عندها عيوب خلقيه معينه، فبيفرقع فيها الديسك، وبالتالي الكلب يبقى عنده ضعف في الجزء الخلفي بتاع الجسم بتاعه، وما يقدرش يؤدي المهمه بتاعته اللي هو اتدرب عليها، وهو مكلف جدا. فكان اعمل العمليه الجراحيه الواحده كان يقعد الكلب بعدها محتاج نقاهه 3 شهور على الاقل. يعني انت عم تقول انه الديسك، يعني انه مشان المشاهد يعرف انه عندنا انت الكلاب زي البني ادمين، الكلاب والقطط عندهم نفس الامراض او نفس الشيء اللي عم يصير مثلا مع انه فتق النواة اللبيه او تضيق القناه، يعني عندهم او حتى بصير عندهم التهابات نفس يعني احنا لو بصينا مثلا لو انت زي ما اشتغلنا مع بعض فترة كبيرة يا دكتور محمد، يعني ده العمود الفقري بتاع الكلب. الانسان دايما كده رأسي، اما الحيوان كده. فدايما المنطقة دي اللي في الاخر بتاعت فدايما دي المنطقة دي بيحصل ادي الديسكات موجودة زي البني ادمين، بصير عليها ضغط اكثر. فالديسك ده بيفجر النواة بتاعته، وبالتالي يضغط على الاعصاب او على الحبل الشوكي ويسبب شلل. يعني بداية شلل، آلام إلى بداية شلل ثم شلل كامل. فطبعا كنا بنفتح عمليات الجراحية زي البني آدمين هنا، ونعمل بقى لامينكتومي وهيميلامينكتومي. أيوة، والحاجات المعروفة في الطب البشري، الشغلات المفتوحة، العمل الجراحي المفتوح. ولكن طيب. خلي بالك أولا بالنسبة للكلاب دي موضوع طبعا مكلف جدا بالنسبة للحيوانات دي. أنا بدي أسألك، أنت لما اخترت انت بما أنه أنت جراح ولا بتشتغل جراحة أنا بعرف، طيب أنت ليش اخترت بعدين الجراحات الحد الأدنى؟ وبالنسبة لك شو طيب الفروق، مشان الواحد يعرف شو الفرق بين الجراحات الحد الأدنى والجراحات يعني بالنسبة له، مشان يعرف الواحد مشاهد. طب ليش أنت عم بتشتغل قسطرة مثل قسطرة القلب؟ انت بتشتغل قسطرة القلب على الحيوانات، على الكلب وعلى القطط والشوز، كمان بتشتغل انت مثل ما بنشتغل نحن تحت السيتي سكان. يعني انت يعني كمان بتشتغل تحت السيتي سكان، تحت الكمبيوتر توموغرافي. يعني فيك تشرح لنا لو سمحت؟ ما يعني علشان اشرح لك ازاي انا جيت على اللي هو المينيمال انفاسيف او اللي هو جراحات الحد الادنى. جراحات الحد الادنى بالمقارنة بالجراحة المعروفة المفتوحة، ان نتيجة كان عندي في خلال السنة عدد كبير جدا من هذه الحيوانات، من الكلاب اللي بنعمل لها جراحات، والكلب بياخد اجازة 3 شهور، واحيانا يبقى فيه نزيف، احيانا يبقى فيه بعد كده تليفات تحصل حوالين الدورة اللي هو الغشاء المبطن للحبل الشوكي، وتجيب آلام، فالكلب ما يقضيش وظيفته. دي خلتني افكر طب ما فيش طريقة اخرى ممكن نعالج بيها هذا الأمر وانفتاق الديسك من غير ما نخلي الكلب ياخد أجازة طويلة مرضية أو يبعد عن العمل بتاعه، وفي نفس الوقت نقلل الآلام بتاعته. كانت الفكرة موجودة عندي. لما انتقلت إلى هامبورغ، هذيك الفترة تعرفنا على بعض. في هامبورغ هنا أنا وصلت هامبورغ 2020 1900 بال 2001 2000 كنت في هامبورغ 2001. شوف سبحان الله،
يعني قصة غريبة جدا وعجيبة جدا، ازاي الواحد ممكن يبتكر. حاجتين السبب في هذا الأمر. أول حاجة أنا فاكر في أحد السيمينارات اللي أنا بزورها في توتلينجن، أيوة. وانا بنتعلم الحاجات المتقدمة وبيجوا ناس جهابذة من كل العالم يحضروا ويدينا محاضرات ويعلمونا تكنيكس جديدة. في أحد الليالي وإحنا بنتعشى سوا، فكان أحد من الناس اللي هم بيعتبر نفسه بايونير في الجراحات وإلى آخره، فقال لي كلمة، قال لي يا صفوت أنت يعني خلي بالك إن النظام هنا في ألمانيا ان الكبير يظل كبير والصغير يظل صغير، فما تحاولش كده تقعد ايه يعني تقول ان انت عايز تبقى حاجة وتعمل حاجة ولا خلافه. طبعا الكلمة دي ضايقتني جدا، اثرت فيا جدا وادتني تحفز ان احنا البشر كلنا سواسية والعلم للجميع. العلم مش مقصور على الالمان ولا الامريكان ولا كذا، احنا كلنا نستطيع ان احنا يعني ربنا يكرمنا وعلى ايدينا نكتشف ونخترع حاجات كتير جدا. انت بهذيك فتره فكرت انه كيف انا فيني اسوي شيء مشان بالضبط. وانا كان عندي من الكلمه دي كان عندي الفكره في شتوتغارت ان انا لابد نشوف حل لموضوع العلاج امراض العمود الفقري من غير كده. حقيقي طبعا في قراءات كتير، عارف طبعا في اللي هو الإبر اللي بنعملها، الإبر الموجهة تحت الأشعة العادية، السيبوجين، الفلوروسكوبي والحاجات دي. بدأت بقى إيه أفكر في الحاجات دي. سبحان الله، وأنا بعمل أحد العمليات في العظام حسيت بألم شديد في رقبتي، وفي نفس الوقت دراع اليمين حضر فيه تخدير شوية، بحيث ان انا مش قادر امسك حتى المكنة اللي انا بعمل بيها البور ماشين اللي انا يعني أيوة. اللي بعمل بيها تثبيت الشريحة. ايوه. فاتصلت بصديق ليا قلت له ده حصل كذا كذا معايا. قال لي ده في دكتور بيعمل حاجات كويسة جدا في العمود الفقري بدون جراحة. انت اكيد عندك كده ديسك. تعرفنا وقتها على بعض. اتصلت سبحان الله بالزميل ده النيروشيرورج، وخلال هدية تعرفنا على بعض، ووراني ان ممكن عن طريق الحقن وعن طريق الاساطر والحاجات دي ندوب اي ديسك مظبوط بدرجة كبيرة جدا. مظبوط. وفعلا عملت الرنين المغناطيسي واكتشفنا ان انا عندي ديسك بين 6 و7 فقرات عنقية فقرات الرقبة. فقلت له ايه وتعشينا مع بعض في الليلة دي وتعرفنا على بعض. فقعدت اسأله طب هل ممكن الحاجات دي نعملها على الحيوانات؟ قال لك هو الحيوان عنده ديسك. أيوه. حتى الأطباء البشريين معلوماتهم ضعيفة عن ايه امراض الحيوان، برغم ان احنا كل امراض الحيوانات، الحيوان بالذات الكلاب والقطط زيها زي البني ادمين، وجراحة العمود الفقري متقدمة زي البني ادمين. هو لما مزبوط نحن لما كمان عملنا التنظير بعدين انا وياك وقتها، المنظار بتاع المنظار عملنا وقت الدراسات انا وياك وقتها، بتاع القناة الشوكية. بتتذكر وقت كتبت انت كتاب عليا وشفنا وقتها انه كيف تشريحيا العصب والديسك كله طلعناه كله زي البني ادمين بالضبط. يعني من هذيك الايام وقت بلشت الفكره انت انه لما صار عندك الاصابه وقتها انه فينا نعمل نحن الابر، وبلشت تجرب فيها الابر موجهه تحت الكمبيوتر اللي مسميها البي ار تي يعني ومع طبعا بعد ما تعرفنا على بعض انا فاكر وقعدنا شرحته بقى ايه اللي بنعمله في البني ادمين وازاي التحسن، وحضرت معاكم بقى عمليات في البني ادمين. مزبوط. وحضرت مع زميل اخر الله يرحمه برضه عمليات في البني ادمين في المينيمال انفيسيف اللي هو التقنيات دي كلها. ابتديت بقى افكر طب ممكن نجرب ده على الحيوان، ليه لا؟ ما الحيوان عنده نفس الديسك، والديسك مكوناته زي مكونات البني ادم، وتشريحيا الثقوب اللي بيخرج منها الاعصاب وتغذي الاطراف هي نفسها زي البني ادمين، ومعظم المواد اللي بتستخدم علشان تدوب الديسك في البني ادمين الانزيمات اللي نستعملها فممكن نستخدمها. فبلشت اول حاله بوجود صديق الله يرحمه اللي كان معايا ده وكان حاضر معايا، وبلشنا تحت الأشعة العادية اللي هو الفلوروسكوبي. مظبوط. ونجحت. والكلب اللي كان عنده شلل تاني يوم مشي ما فيش أي شلل. فكان بالنسبة لي ده أحد العلامات إن هذا المجال ممكن يبقى شيء يعني للحيوانات يخفف عنهم كل الآلام بدون أي
كومبليكيشن او مضاعفات شديده بتاعت العمليات المفتوحه. ومن خلالها دي تعرفنا على بعض وعملنا المنظار بتاع القناة الشوكية وبعد ما عملت مجموعة من الحالات بقى كتيرة نشرت هذا التقنية باسمي لأول مرة على مستوى العالم كله. أنا بتذكر وعملت مؤتمر في 2002 المؤتمر العالمي أنا بتذكر. وفي 2004 نشرنا تاني مجموعة مع بعض أنا وإنت للمنظار بتاع القناة الفليكس اندوسكوب لما أنت كنت تيجي عند المستشفى ونعمل مع بعض واكتشفنا حاجات كتير جدا، نشوف الفايبروزس بتاع الديرة والادهيجنز والاعصاب جذور الاعصاب وكل حاجه. مظبوط. كانت حاجه جميله جدا طبعا. هو لك انت يعني انت لك بصمه بالفعل، بصمه في العالم انه بالمينيمال انفيزيف يعني جراحات الحد الادنى. وانا رحت، انت عندك مشفى كبير هون بهامبورغ مشهور، يعني مشهور عالميا، بيجوك من كل دول العالم يعني. وبتشتغل هالشي دائما وبتحب تشتغل بهالشي هذا. بس انت مثل ما بتعرف انت، وهون الواحد لازم يتطرق، لانه نحن مثلا بستغرب انا انه كيف بيجيك المريض او عفوا للمشاهد، يعني الكلب او القطه بتم مريض يعني لانه هو روح. بستغرب انا كيف بيجي المريض او صاحب الكلب او صاحب القطه يعني مستعد يدفع كل شيء مشان علاج الكلب مثلا. بيقول لك ما تعمل له عمليه، اعمل له جراحه حد ادنى يعني. فيك بس يعني تشرح للمشاهد، لانه ببلادنا العربيه بتقول لك ايه يعني ما يعني عفوا انه حيوان خلاص انه يعني فيك تشرح لنا هون شوي كيف يعني. هو في بلادنا العربية كان موجود السمعة دي ان ما حدش يعني بيعالج او الكلاب والقطط زي كده، لكن انا حسب ما دلوقتي بنزل مصر كتير وبنزل دبي وبنزل قطر، ونزلت فترة كبيرة جدا حطيت معاهم بعض القوانين للرأفة والحيوان. الناس ابتدت يبقى عندها وعي كتير قوي في الرأفة بالحيوان، فبالتالي ايه الكلاب والقطط دلوقتي بتتعالج على مستوى مرتفع جدا في بلادنا العربية، طبعا مش زي اوروبا ومش زي امريكا. دلوقتي الناس عندنا في بلادنا العربية حسب معلوماتي ابتدت تدفع مبالغ كبيرة لتخفيف الآلام في حالة لو الكلب بتاعهم أو القط بتاعهم تعبان. وابتدوا ياخدوا من الغرب برضو ناس كتير جدا اللي ربنا ما أكرمهمش وخلفوا أولاد يبقى عنده كلب وعنده قطة، وهو بالنسبة له حياته كلها وممكن يصرف عليها مصاريف كتيرة جدا. طبعا هو بداية بيبقى المريض أو صاحب الكلب أو صاحب القطة بيجي عنده آلام. احنا طبعا بنعمل فحص عصبي زي ما بيتعمل في بني ادمين بالظبط، ونقيم الحالة، وبعدين نعمل أشعة عادية او أشعة مقطعية او رنين مغناطيسي، وبنقيم الحالة من الناحية العصبية. وعندما نجد ان في انفتاق في الديسك حسب نوع الانفتاق وقد ايه الحالة العصبية بتاعته، فبنقرر يا اما عملية جراحية مفتوحة او بعملية بالمينيمال انفيسيف اللي هو جراحة حد ادنى. الناس كلها طبعا نتيجة لما أنا نشرت الأبحاث دي كلها ونشرت بقى في المؤتمرات العالمية وفي جرايد كتير جدا ولقاءات تلفزيونية على معظم القنوات الألمانية، فبيجي الناس كلها من كل البلاد، حتى من دبي كان بيجيني ناس، ومن روسيا بتجيني ناس، ومن إيطاليا ومن فرنسا ومن أسبانيا. أنا بعرف الشيء يعني حتى أنت عملت سيستم يعني خاص إنه كيف العلاج وكيف بتعالج كمان الكلاب والقطط، تعمل له تمارين رياضية بعد العمل الجراحي، فيزيوثيرابي، وبعدين عامل لهم اوتيل وحاطط لهم كمان كوافير بالمشفى تبعك. طبعا يعني هنا الكلاب والقطط هنا معززة مكرمة زي ابن وطفل، الابن والبنت بتاع كل انسان هنا. ففي المينيمال انفيسيف الميزه بتاعت المينيمال انفيسيف او اللي هو جراحات الحد الادنى بالمقارنه بالجراحات، اولا الكلب بيعود للطبيعه بتاعته في خلال 10 إلى 15 يوم. يعني بالنسبة للكلاب البوليسية وكلاب العمل فيك ترجع يرجع على طول للعمل بتاعه. أنا بديله أجازة بالكتير أسبوعين أو 3، أجازة مرضية. مدفوعة ولا ما مدفوعة؟ لا، أجازة مدفوعة الثمن. هنا الحكومة بتخلي بالها قوي من الحاجات دي، ولازم أنا طبعا بفوز على حسن اللي يمضي على الأجازة دي لاني سبحان الله. فليه؟ لان بيجي الكلب عنده آلام شديدة، فبالتالي يجي صاحب الحالة يقول لك ده الكلب مش قادر ينط في العربية ويدخل، او مش هو عنده صعوبة في القوم بتاعته، او احيانا يعوي ويتألم.
خدت بالك لما يؤدي الواجب بتاعه. بعد الفحص لما بنجد فيه ان هو عنده ديسك برولابس او فتق نواة لبية، فتق النواة اللبية، فتق النواة اللبية باللغة العربية. نحن بسوريا انا ما اعرفش كده اكسبريشن يا انجليزي يا الماني. تعلمنا كل شيء بالعربي والحمد لله. مثل انا يعني الحمد لله، يعني بتشوف انا كنت بتمنى انه كل الدول العربية تتعلم بالعربي، لانه لغتنا ما في احسن منا وما في اغنى من لغتنا العربية، فلذلك هي بيسموها فتق النواة اللبية. فتق النواة اللبية. كويس نتعلم منك العربي. لأن احنا في مصر بندرس الطب بالإنجليزي. فبالتالي طبعا معلوماتي كلها في اللغة العربية بالنسبة للإكسبريشن الطبية محدودة. فبالتالي ايه لما بندخله بعد كده على الاشعه المقطعيه ونجد الديسك، فنعمل احنا اللي هو المينيمال انفيسيف، وبالتالي الكلب بيروح كل الالام بتاعته، لان دي بتاخد دقائق معدوده، يعني 10 دقائق ربع ساعه. اولا قللنا معدل التخدير، ما فيش عندنا نزيف، ما فيش عندنا انفكشن، العدوى، ما فيش عندنا ما فيش حاجه اسمها وقت تستغرقه في العمليه كبير. التكلفه صفوت، فالمضاعفات دي كلها مش موجوده. التكلفة المادية، التكلفة المادية بالنسبة لنا حاليا مثلا لو احنا هنعمل مثلا التدخل بالإبرة تحت السي بيبقى حدود 1400 يورو. 1400 يورو التدخل، واذا كان قسطره بتبقى 2500 يورو. او الابره 1400 يورو. 1400 يورو. وصاحب الكلب بيدفعها. وصاحب الكلب بيدفعها، ويتمنى كمان ان ياخد ميعاد عندي. يا سيدي يا سيدي. لان سيدي. طبعا انا بيجيني دعوات في امريكا مثلا، ودعوات في جنوب المانيا وفي بلاد تانية ان انا اعلم الدكاتره. وانا كنت بعمل سيمينارات كتيره لتعليم المينيمال. هو العلم لازم العطله في بلاد كثيره ان انا اعمل هذا. انا عملت في قطر وعملت في بعرف انا باكثر دبي. هو بتعرف العلم لازم ينعطى، يعني العلم لازم ينعطى، بس انت مثل ما بتعرف الجراحات الحد الادنى كمان بدها الواحد يكون عنده يعني الفيلينج، يكون عنده الشعور لما بدك تحطها، بتعرف انه هي عم تشتغل كمان جنب النخاع الشوكي، الاعصاب، هالشغلات هي كمان كتير مهم. يعني طبعا لازم الواحد يكون ربنا اوهبه كمان بالثري دايمنشنال ثينكينج، اللي هو ثلاثي الابعاد. لانك انت الزاويه ما بتقيسهاش، انت ممكن ترسم كل حاجه على الشاشه بتاعت الستي، ولكن لابد تبقى متخيل. ومجرد ما الابره بتدخل القناه الشوكيه، لان طبعا نقطه مهمه جدا بالنسبه للمشاهدين، ان اي خطا لو حقنت المواد دي في داخل الغشاء المبطن للعمود الفقري للحبل الشوكي ممكن تسبب شلل كامل، وممكن ما يرجعش irreversible. فطبعا الحاجات دي محتاج يعني تدريب شديد جدا، تدريب وخبره. انا الحمد لله دربت عندي دكتوره معايا اللي هي بريت، انت عارفها طبعا. أيوة. دربتها عندي بحيث ان هي ممكن تقوم بالحاجات دي كلها في عدم وجودي. يعني انت عندك طاقم كتير كويس، عندك طاقم كمان لله. طاقم على الويك اند، على بالعطله دائما عندك يا طيب. بس ابو احد النقاط اللي احب اضيفها لك يا حبيب محمد، برضو عندنا الكلاب الكبيره الديسك بتاعها اللي بيجي بين نهايه الثوراسيك، الفقرات الصدرية وبداية الفقرات القطنية، العملية بتاعته الجراحية المفتوحة عملية صعبة جدا، وأحيانا بيبقى في معظم الحالات أكتر من 50-60% بيصاب بشلل كامل. سبحان الله. شوف أنت هالمعلومة، فالمينيمال انفيسيف في اللحظة دي هو الفيصل بقى. شوف أنت سبحان الله المعلومة، إنه نحن كمان كجراحين عصبيين الفقرات الصدرية كمان نحن دائما يعني قليلين المتداخل عليها. بالظبط. سبحان الله. شوف في الجراحة بجراحة حتى في اليوم كده بنفس الطريقة في البني آدمين. بتشوف سبحان الله انه كيف دي نمرة واحد. نمرة 2 ان عندنا احيانا بقى في مالتيبل ديسك، يعني عندك اكثر من ديسك وما انتش عارف تحدد بالظبط انه ديسك اللي عامل الاعراض العصبيه اللي قدامك. لكن الكلب ما في، لا ما بيحكي لك وين معي، ما بيحكيش معايا بالظبط. يقول لي هنا القوى، هنا الوجع، مظبوط، هنا الالم. يا الله شو. فبالتالي بالمينيمال انفيسيف ممكن تحقن الثلاث ديسكات. ايوه فيك في خلال 10 دقائق ربع ساعه حقنت الثلاث ديسكات بالمواد دي اللي هي بتعمل شرينكينج او بتكمش الديسك. أيوة. وبالتالي بتعمل إزالة للضغط العصبي. أيوة. بتعمل انكماش للديسك وبعدين بتشيل الوزمة على الأعصاب. بالضبط. فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا. من ضمن الحاجات التانية عندنا كلاب 2.5 أو 3 كيلو جرام، قد كده، صغيرة جدا. لما تيجي تعمل عملية جراحية مفتوحة عشان تشيله ديسك في الفقرات الصدرية،
لأن هذه الكلاب النوعية دي معظمها ببداية الفقرات القطنية أو القطرات الصدرية الديسك بتاعها تحت حتى ميكروسكوب صغيرة جدا ممكن جدا تخبط العصب ميكروسكوب الجراحة المجهرية. أيوة. فبالتالي إيه فبتبقى صعبة جدا العمليات اللي زي دي. من ضمن الحالات مثلا اللي عندنا حالات اللي هو الرقبة. انت طبعا يعتبر من احسن الجراحين في الرقبة على مستوى شمال المانيا ويمكن على مستوى المانيا كلها واسرعها ممكن تعمل 2-3 ديسك في ساعة و40 دقيقة ما شاء الله يعني الله اكبر عليك. احنا مش بنحسدك ولا قر ولا حسد ولكن دي معروفة عن بروفيسور عروس طبعا ان هو اسرع واحد في عمليات وخاصة عمليات الرقبة انت مشهور بيها. بالنسبة لنا احنا في الكلاب عمليات الرقبة دي فقط للجراحين المهرة يقدروا يعملوا اللي هو يعملوا بقى الفنترال سلوت والديسكتومي أيوة. والحاجات دي كلها يعني تداخل من الامام وخاصة الجزء اللي هو بتاع بين اخر فقرة في الرقبة واول فقرة ثوراسيك. أيوة. احنا عندنا الشولدر بلاد في الاناتومي في التشريح بتاع الكلاب الرقبية والصدرية اللوح بتاع الكتف خدت بالك في الاتجاه اللي ممكن تدخل بيه اللي تقدر تفتح بيه هنا عشان أيوة. المانيبرم هنا أيوة. بيبقى أيوة. في الطريق بتاعك. أيوة. فبالتالي مهما عملت في عندك صعوبة لا تدخل في صعوبة جدا جراحية الابروش يعني المدخل الجراحي صعب كتير. فده بالنسبة للكلاب الكبيرة كلاب معينة زي الجريت دين وزي الكولي وزي الروتفايلر حاجة كده عندهم والجيرمان عندهم أحيانا بيبقى ديسكات هنا والديسكات دي مؤلمة جدا ودايما الكلب يقدر يعو ويبكي يا عين نتيجة للألم. فدي صعوبة العملية فيها بالمينيمال انفيسيف تقدر تدخل قسطرة سنترال من فوق أسهل ما يكون وتدوب الديسك وتشيل الآلام والالتهابات العصبية اللي حوالين الالتهابات اللي حوالين العصب. فدي من الحاجات المهمة جدا. القسطرة بنعملها انت ما بس قسطرة في فقرات بتعمل قسطرة بتعمل ليزر بتعمل كل الشغلات اللي طبعا في حالات لما يكون النتوء ان بارز بس وما حصلش ليه فتق كامل فبندخل بالليزر تحت السيتي ونعمل برضه والفاسيتس يعني برضه من ضمن الحاجات اللي هي ناس كتير ما تعرفهاش يعني خشونة المفاصل الجانبية هنا المفاصل. أيوة. انت فاكر لو انت فاكر في 2000 وانت راجل عامل لسه دكتوراه تانية كمان في الفاسد سندروم يعني كمان انت بتشتغل غير بتشتغل أشعة ليزر يعني بتعالج بالليزر الجراحي كمان بتعالج بتشيل الديسكات كمان الخشونة المفاصل بتعالجها مثل ما بنعالجها نحن يعني بالظبط. احنا يعني لو انت فاكر محمد احنا ما قعدنا كتير مع بعض واحنا لينا الوقت فوق 20 سنة بنشتغل مع بعض 22 او 22 سنة نعرف بعض وبنشتغل مع بعض في وانت بتخليني احضر معاك معظم عمليات سواء الجراحية المفتوحة اللي بتعملها في بيرجدورف او المينيمال انفيسيف عندك في السنتر بتاعك. فطبعا اتعلمت برضو حاجات كتير جدا ما كانتش موجودة عندنا في الطب البيطري فدخلتها كلها في علاج للاستفادة بأن الحيوانات بتاعتنا نخفف الآلام عندهم وأمراضهم في الديسك. مثلا عندنا الفقرات دي في 2002 أنا يعني قسمت حتى للفانكشنال سندروم وديجنريتيف سندروم فاسد سندروم الفقرات الجانبيه. خشونة المفاصل بالعربي خشونة المفاصل الوظيفيه والديجنراتي يعني اللي بتكون اللي فيها تكيس وفيها فيها بنسميها احنا اتروز خشونه. فدي برضو بنعالجها بالليزر وبنعالجها لان طبعا احنا عارفين في راموس دورساليس في عصب بيغذي المفاصل الجانبيه دي فاحنا بنحاول نعمل دينرفيشن للعصب ده عن طريق الليزر نموت العصب نموته. أيوة. بالضبط بالعربي. برضو الإليوساكرال جوينت المفاصل الجانبية هنا المفصل العرقفي الحرقفي العجزي برضو ده بيبقى سبب لآلام كثيرة جدا بتاعة الكلاب عندنا برضو فده برضو بيتعالج. فاحنا قسمتنا المينيمال انفيسيف إلى جراحات الحد الأدنى. أيوة. جراحات الحد الأدنى إلى الحقن بالإبر سواء في الرقبة أو في الصدر في الفقرات الصدرية أو الفقرات القطنية. وبعد كده المفاصل الجانبية علاج المفاصل الجانبية علاج المفصل الحرقفي الحرق العجزي والكاسيتر البريديورال كاسيتر والليزر ديسكتومي. أيوة. والليزر دينرفيشن
اللي أيوة. هو بتاعة الفقرات الجانبية. ايوه فطبعا الحاجات دي كلها، والاندسكوبي اللي احنا عملناه مع بعض أيوة. ونشرته على ما اعتقد المنظار. المؤتمر العالمي في 2004 مظبوط. و2005 في اليوروبيان كوليج اوف فيترينولوجي، في الورلد سمول انيمال اسوشيشن، وفي الفيترينري اورثوبيديك كونجرس. في انا كل الحاجات بتاعتي نشرتها في المؤتمرات العالميه. مثلا انا واخر حاجه يمكن من الحاجات اللي انا يعني نشرتها، اللي هو في 2017 كان في الورلد سمول انيمال فيترينري اسوشيشن، المؤتمر العالمي المعمول في كوبنهاجن. ايوه كان عندي 5000 حاله ايوه من حالات الامراض العمود الفقري والعصبيه على مدى 15 عام او على مدى 20 عام. اخترت منهم 570 حاله، تابعت ال 570 حاله على مدى 5 سنوات، اللي اتعملوا بالقسطره، سواء سيرفايكال الفقرات الرقبيه أو الفقرات الصدريه او الفقرات القطنيه. أيوة. وشفت نسبه النجاح لهذه قديش عندك؟ وصلت النجاح عندي 86%، يعني تقريبا مثل بالمقارنه بالجراحه، مثل عندنا نحن. يعني انا مثلا بيجيني احيانا مثلا من 20 ل 30 حاله عمود فقري في الاسبوع. يمكن 15 الى 17 حاله من دول بعملهم مينيمال انفيسيف بالجراحات الحد الادنى، بالجراحات الحد الادنى، وثلاثه او اربعه اللي بفتحهم واعملهم اوبن سيرجري. مثل نحن يعني المينيمال انفيسيف دلوقتي هو يعتبر على اعلى ما يكون. في واحد عنده برضو في نيوجيرسي من الدكاتره الجهابذه المصريين، برضو كان جاء زارني وقعد عندي شهر، وجاء مره اخرى قعد عندي فتره، اتعلم برضو مينيمال انفيسيف ودعاني كذا مره عنده هناك ان هو بيعملها هناك. في ناس في سويسرا، في ناس في النمسا، في ايطاليا، في بلاد كتير جدا. ايوه. طيب هلا وانا برضو عملت في قطر وعملت في دبي. فاكر دبي انا دعوني في مؤتمر بتعمله احد الشركات بتاعت الرويال كانين، مش فاكر حقيقي اسم الشركه بالظبط، من حوالي 12 سنه يمكن. برضو القيت لهم محاضره كامله على المينيمال انفيسيف هناك، على جراحات الحد الادنى. وفي قطر برضو كان في التلفزيون القطري، والحكومه كان بعتت لي برضو، وعملت ايفالويشن تقييم للحيوانات الصغيره هناك. وبرضو عرضت إليهم أفلام الليزر وديسكتم جراحات العمود الفقري بالليزر وبالمينيمال انفيسيف والحاجات دي كلها. يعني كتير مثل ما يعني مرحلة كتير يعني. بس بلادنا العربية ما زالت يعني مش متقدمة أوي في هذه الأشياء، ولكن بيجيني أسئلة كتير من هناك وبيجيني حالات من هناك. هو هي ياخذ رأيي فيها، مثل ما قلنا نحن انه الاهتمام يعني مثل ما احنا عايزين نخدم بلادنا العربية ان شاء الله. محمد يعني كفاية علينا 40 سنة بنخدم بالغرب بين ألمانيا وأمريكا وسويسرا، حسب البلاد اللي أنا عملت فيها واشتغلت فيها. إن شاء الله. بتحس بالطعمة طبعا الطعمة هنيك لما الواحد بيقول لك الله يخليك، بيدعي لك، بتشوف جذورنا. لو جذورنا عربية برضو. لا ما في كذا، ما هي يعني ما في تخلى عنها. طب صفوت، شو كان عندك هيك شي حالات مثلا هيك بتتذكرها، حالات غريبة صارت معك مثلا؟ بتعرف مثلا نحكي جراحين بصير حالات غريبة بتذكرها الجراح، وانتو بتتذكر شي حالة هيك غريبة يعني؟ انا حالتين اقدر افتكرهم. اول حالة اللي هي كانت بالنسبة لي النتوء او المبدأ اللي خلاني ان انا اركز ان انا المينيمال انفيسيف ده اوسعه بقدر ما استطيع واعرف كل اموره وكل جذوره. يعني لما كان عندك نتوء بالفتق النواة بداية النتوء. كلب كان لما اعتقد فايمرانا، ايوه اتخبط من فرد، اتخبط من حصان. خدت بالك؟ وحصل عنده شلل في رجله اليمين الخلفيه. ايوه مونوباريزا. ايوه تمام. جاء وعنده نقلنج للتو كده، يعني خلاص ما فيش. جاتني صاحبته كانت من اغنى الناس في المانيا. ايوه اللي عندها نوع من انواع الخيول بيسموه ترابر. كان عندها ما شاء الله خيول بحوالي 400 مليون يورو. واو. الخيل الواحد كان ب 2 مليون يورو. المهم ان خبط الكلب بتاعها، والكلب بتاعها ده كان بالنسبه لها زي ابنها الحبيب. ايوه. وعرفت، سمعت طبعا، راحت هي لبعض الزملاء المشهورين بالجراحات العمود الفقري. وقالوا لها لا احنا ده في كذا. قالت لا مش عايزه عمليه، في اي حل اخر؟ قال لهم روحوا عند فلان علي حسن، ده عنده حل اخر. ايوه.
فاتصلوا بيا وجوني، وسبحان الله اول ما عملت الابره، الكلب وصل عندي الصبح. عملت الابره بعد ما صحي من التخدير الساعه 5 جت تاخده، الكلب ماشي على 4 رجلين. حلو. كان بالنسبة لي طبعا هذا من يعني أحد النجاحات. أيوة. اللي خلتني أنا بقى أدرس كل ما يخص المينيمال انفيسيف. وبشكرك أنت كتير، اديتني كتاب عن المينيمال انفيسيف في الهيومن. مظبوط. على جراحات الحد الأدنى، الجراحات العمود الفقري. الحد الأدنى. دي إيه. ده أحد الحالات. الحالة الثانية جاني تليفون من موناكو. أيوة. تمام. وأنا كان يوم الحد. أيوة. الست هناك راحت على الكلب بتاعها قطة في الجنينة، خضت الكلب صغير حوالي كده يمكن 3 كيلو ونص أو 4 كيلو. المهم ان الكلب نطة مش غريبة، وراح واقع في الجنينة وما اتحركش تاني. تمام. وبقي فيش غير بيبكي ويصوت ويشرايط يعني زي ما بيقولوا. تمام. فالمهم راحت للدكتور المستشفى البيطري هناك عندها في موناكو، فقال لها ده احنا ما بيشتغلش، ما نعرفش نتصرف فيه، ده عمود فقري عايز كده. قالت لهم ايه اللي ممكن نعمله؟ مين موجود في اوروبا؟ فقالوا لها في واحد اسمه علي حسن في هامبورغ. ادوها التليفون بتاعي من الويب سايت واتصلت بيا، وركبت الطياره من ميونخ. جوزها كان من رجل اعمال من موناكو. أيوة. من موناكو. جوزها كان رجل اعمال وكان عنده لقاء في ميونخ. جوزها خد الطياره من ميونخ على هامبورغ، هي خدت الطياره من ميونخ من موناكو بالكلب بتاعها وجت على هنا يوم الاحد. طبعا يوم الاحد شو الكلب المدلل؟ الكلب ده اكتر واحد كلب مدلل. تاخدنا لسه جاي لك في الكلام. ده كان منظر جميل جدا يعني. المهم وصلت هامبورغ. طبعا انا جمعت الانستيزيست اللي عندي بتاعت التخدير، وواحده من الاسيستنت والمساعده وبرضه بريت، وكلنا حضرنا على هناك. طبعا ايه جا الكلب، فحصت الكلب، عرفت ان هو عنده ديسك. لو قطعتك يعني 4 البروفيسور علي حسن، مساعدته الدكتوره، و2 يعني 4 مشان كلب. شوف انت بقى. الست دي اول ما جت قالت انا جاي، جوزي لسه جاي في الطياره من ميونخ، لانه هو كان يعني رجل اعمال وجاي من ميونخ على هامبورغ. فقالت لي اي حاجه انت عايزها، بس الكلب ده هو ابني وروحي كلها فيه. يا الله. انا شوف جايه لك منين مخصوص، يعني لازم تشفيه. قلت لها الشفاء بيد الله، احنا هنعمل اللي نقدر عليه. فالكلب ده هو جاي لابس طوق من الديامانت. والله يا محمد حبيبي، يا حبيبي، لابس كولر من الديامانت، عقد من الديامانت. لدرجه ان كان المساعده يقول لك والله ده احنا ممكن نبدل الديامانت. احنا ممكن ناخد الديامانت ده ونحط له اي حاجه. يا الله. قلت لها والله بصي الست عايزه تدفع اي حاجه، فانت قولي لها خد الطوق ده يعني وخلاص، واحنا نعالج الكلب ببلاش. المهم ان احنا عملنا تحت السيتي، طلع عنده ديسك في اللمبر بالفقرات القطنيه. عملت له ريتي ما شاء الله. على بال ما الراجل جاء عملت له ابره موجهه تحت الكمبيوتر توموغرافي، الاشعه المقطعيه، وقام زي بقى من التخدير زي الفل. على بال ما وصل جوزها من ميونخ بالطياره، وصل حوالي الساعه 6:30 او 7 بالليل، فاكر انا حاجه زي كده. المهم الكلب خرج معاها بيمشي بره ويجري ويهوهو، والست كانت قعدت بقى تحضن بقى ومش قادره يعني. المهم يعني كان ده من الحالات اللي هي فعلا تحس قد ايه قيمه المينيمال انفاسيف. وهذا جراحات الحد الادنى، جراحات الحد الادنى قد ايه الفايده بتاعتها. من كلب جاي مشلول مسافر بالطياره من موناكو الى هامبورغ، خدت بالك ان في خلال 10 دقائق بعد التشخيص بتاعه الحقنا. يعني معلش هلا هي بس هي دفعت كل شيء، يعني ما عندك تدفع كل شيء. دفعت مبلغ كبير ساعتها. انت طبعا اولا امرجنسي، نمره 2 في الساندي يوم الاحد يوم اجازه، بس يوم اجازه. قديش انت يعني انت عم تحكي من تكلفه 10-20 الف يورو. لا معلش صفوة الحاله كتير بالفعل شيقه الواحد مثل هي مثل حالاتك. بس معلش مشان المشاهد يعرف، يعني
بتعرف اخر شيء بدك تدفع، لانه انت ما عندك تامين للكلاب، يعني فهمت علي، او للحيوانات مثل ما هون بالمانيا مثلا او باوروبا للبشر. معلش لو سمحت بعد اذنك، يعني هي شغلات خاصه، بس انا بعرف بتحكي انت كل شيء. شو تقريبا كانت تكلفه؟ شفت يعني كمان هن تكلفوا انه اجوا من موناكو، جوزا اجى من ميونخ. شو التكلفة يعني تقريبيا؟ يعني في هذا الوقت أنا فاكر الحالة دي يمكن من حوالي 10 سنوات. في هذا الوقت كان التكلفة طبعا عشان دي حالة emergency جاية في وقت طبعا طوارئ، مفيش عمل، طوارئ. طوارئ وطبعا أنا جبت موظفين عندي أو مساعدين من أجازات بتاعتهم، يعتبر ما كانش عندهم طوارئ يعني الناس جم، فكلفت حوالي 5000 يورو. 5000 يورو. لأن لازم نعرف إن الحيوانات مكلفة، الحيوانات الصغيرة خدت بالك مكلفة. أولا النو هاو مكلف. أيوة. كل شيء جديد لكن هذا يعني أولا ده نو هاو مش موجود عندها، كانش موجود عندها في فرنسا ولا في موناكو ولا في أي مكان حواليها. مزبوط. وبالتالي التقنيات الجديدة مكلفة. دي نقطة واحدة. النقطة الثانية إن برضو لعالمنا العربي إن أنا بسمع كتير جدا يقول لك رحنا للدكتور، الدكتور غالي. المبالغ اللي بتدفع في العالم العربي سواء لأجانب بيحبوا الكلاب والقطط بتاعتهم ويروحوا للدكتور الفيت اللي هناك، أو إذا كان من أهل الموطن نفسه وبيروح للدكتور بتاعهم، طبعا الأجهزة مكلفة جدا. يعني المستشفى أنا عندي كلفت فوق 3 مليون يورو. مظبوط، أنا بتذكر. عندنا أجهزة غالية جدا. ونفس الدكتور لما يكون كويس تمام علم نفسه وحضر مؤتمرات كتير وسيمينارات كتير وخد درس وقت كتير جدا عشان يبقى كويس، فدفع آلاف المؤلفة. مزبوط. يعني الواحد فينا أي سيمينار بتزوره عشان تتعلم حاجة صغيرة هو أكيد بتدفع 2000-3000 يورو. مزبوط، لأنه بتعرف كل مؤتمر بيكلفك، كل مؤتمر بتسافر بتيجي طبعاً. بتعمل، يعني هذا أنا معك فيه. هنا عندنا في ألمانيا هنا أو في ألمانيا عندنا في قانون بيدي الحق للدكتور انه ياخد 1 فاكتور او 2 فاكتور او 3 فاكتور. أيوة. من كل حاجه بيعملها، فبالتالي انت بتبقى ماشي تبع القانون. ولكن النو هاو الكبير شيء جديد. ايوه. والوقت اللي ممكن جديده، والوقت اللي ممكن تحسبه للنو هاو ده انت بتحدده بنفسك. ايوه. فطبعا انا ما بتعاملش طبعا بحكايه ان علشان مثلا بروفيسور ولا عشان مشهور حاجه كده، انا بتحرك في خلال اطار القانون، ولكن في نفس الوقت يعني ما بهضمش حقي في ان انا اللي اتعلمت. الرساله اللي انا عم حاسه انه يعني الرحمه على الحيوان اهم حاجه. الرحمه على الحيوان، ورساله توجهها انت انه لازم الواحد كمان يعني اذا عنده حيوان لازم يرأف فيه، ولازم اذا مرض يعالجه، ولو تكلف مصاري يعني ما هيك انه مسؤول قدام ربنا. الدين بتاعنا الاسلام وصانا وامرنا بالرحمه والرأفه على كل المخلوقات وخاصه الحيوان. ايوه. يعني الرسول عليه السلام كان في حديث انه في كل ذي كبد صدقه. طب كبد يعني اي حاجه فيها روح لابد انك انت ترأف بيها. حتى لو حيوان مؤذي وحبيت تموته علشان هو مؤذي وأمر بقتله، لابد أن تقتله يعني بالطريقة اللي فيها الرحمة ليه. فكلاب والقطط والحيوانات جميعها يعني مسؤول مننا قدام ربنا ان احنا نرحم بيه. ومن ضمن حاجات الرحمة ان احنا نخفف عنه الألم. أكيد. ألم الديسك ده يعرف كل إنسان عنده ديسك أو في محيط أسرته عنده ديسك اللي هو يعني ضاغط على العصب، قد إيه الآلام المبرحة والأدوية اللي ممكن ياخدها لما أنت تخلصه من هذا الألم. يعني صفوت، أنا الرسالة اللي عم تحب توجهها أنت وصلت بالنسبة لإلي، وأنا بوجهها كمان للمشاهد، بوجهها إنه أنت هالشغلة اللي عم تشتغلها أنت المينيمال انفيزيف، يعني جراحات الحد الأدنى اللي بتشتغلها أنت ب10 دقائق و15 دقيقة بس، هي بالنسبة لإلك المشاهد أو صاحب هالكلب أو القطة ما عم يعرف إنه أنت تكلفت سنوات من الخبرة، انت دفعت، رحت على مؤتمرات هيك. لذلك هو هون المشاهد لازم يعرف انه انا لازم احط، لانه يعني انا فهمت الفكره انه ايام مثلا راح يقول لك والله ليش بدي ادفع على الكلب 1000 يورو او 2000 يورو، يعني هو حيوان. هو ما عم يعرف انه انت هذا في شغل في وراء، انت رايح على مؤتمرات، في دراسات، يعني في اكثر من شغله انت عاملها. فلذلك انا هي كمان بوجهها للمشاهد، يعني انه حتى نحن ايام بنشوفها يعني بننزعج كمان جواتنا انه المريض ما عم يقدر
الشيء اللي عم تشتغله، ما عم يقدر الخبرة اللي عندك، خبرة 20-30 سنة مثلا، ما عم يقدرها انه شو عامل انت، شو عم تشتغل. هلا الفكرة وصلت يعني. بدي اسألك كمان شو سؤال. نحن الأدوية اللي بتستعملها انت على الكلاب وعلى القطط بعلاجاتك انت لما بتحط بالقسطرة وشي، هي نفسها ومشابهة لأدويتنا؟ آه. والتأثير لها نفس الشيء، تأثير الإنساني. يعني أنا لما بدي أعمل الإبرة موجهة بحط له للمريض كورتيزون مثلا، لأنه الكورتيزون بشيل الوزمة، ما هيك؟ أنتوا نفس الشيء؟ هو طبعا قبل ما اعلق لك على الادويه اللي بنستخدمها زيها زي بتاعه البني ادمين او لا، برضو ليا كومنت صغير، ان تعليق. التعليق على ان المريض، سواء المريض في البشري او المريض عندنا مثلا بالنسبه اللي جايب الحيوان بتاعه، دايما بالنسبه له الكوست او النفقات اللي هيدفعها. بالنسبه للبني ادمين معظمهم عندهم تامين صحي، سواء في جزء كبير جدا من بلادنا العربيه او عندنا هنا في اوروبا والعالم الخارجي كله، فبالتالي ما بيحسش قوي هو قد ايه الدفع. ولكن لو هو مريض خاص وهيدفع من جيبه قبل ما يسترد من التأمين الخاص بتاعه، او اذا كان هو هيدفع بنفسه، بالنسبة للبني ادمين مثلا في البشري، أيوة. وخاصة عندك محمد، بيحس ان هو دفع مثلا ايه، هيدفع 10 او 15 او 20 الف مثلا في قسطره وحاجات زي كده، الدكتور ما خدش غير نص ساعه ولا ربع ساعه ولا نسي ان هو الخبره اللي وصل اليها لهذا الدكتور وهذا البروفيسور علشان يعالجه العلاج المظبوط اللي ما فيهوش الا يعني اقدار بسيطه من عند ربنا، لو حاجه مش مظبوطه مضاعفات، يعني مضاعفات، يعني من غير مضاعفات تقريبا، وتخفيف الآلام بتاعته تسوى ملايين، مش العشرة والخمسة. تخفيف الآلام لأن الدكتور ده المشكلة، السبب، عم تشتغل على السبب. حلت له مشكلة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت إن هذا الدكتور 10 15 20 سنة من عمره ضيعها يتعلم ويتقن هذا التكنيك وهذه التقنية علشان يقدر يعالج المريض اللي جاي ده من الخليج أو من أي دولة في العالم. خدت بالك؟ بكل بساطة. بنفس الطريقة عندنا احنا في الحيوانات. يعني بالنسبة مثلا، علشان أنا ممكن بيجيني أحيانا الحالة تقول لك إيه، طب أنا دلوقتي الكلب قلت له عنده ديسك، عنده فتق، فقلت له قدامك خيارين، يا إما نعملها بالمينيمال انفيسيف، يا إما نعملها عملية. يعني الجراحة يعني حد أدنى، جراحة حد أدنى، جراحة حد أدنى، جراحة حد أدنى فوائدها كذا وكذا وكذا وكذا، والكلب هيمشي في نفس اليوم وإلى آخره، والتانية فيها 3 شهور إلى شهرين وعلاج طبيعي وإلى آخره، ودي هتكلف مثلا 3-4,000 يورو، ودي هتكلف مثلا 2000 يورو. يعني كمان بيبقى عنده هو الاختيار. فيسألك هو، طب أنت تفضل إيه يا دكتور؟ أقول له فضل كذا. لأن لو التقنية الأولى بتاعت المينيمال انفيسيف ما نفعتش، ممكن نلجأ للحل الجراحي. الحل الجراحي دائما فيك تعمله. بالظبط. انت ما تنفعش لو عندنا في متكلس الجزء من النواهي اللي خرج وداغت على على العصبي متكلسه، فمتكلسه زي الحجر. مظبوط. الحجر ما فيش غير انك انت لازم تشيله وتفتح وتشيله. مظبوط. تمام. بالنسبة للمواد اللي بنستخدمها احنا، خدت بالك، هي نفس المواد اللي زي بتاع البشري. بس انا بستخدمش بقى الكورتيزون بس. والكورتيزون لو استخدمناه بنستخدمه بحاجة اسمها ايه، لان ناس كتير جدا في عالمنا العربي يقول لك كورتيزون، لا انا مش عايز كورتيزون. يا جماعة هون التوعية، معلش انا هون لو عم بتداخل هون عندك التوعية. الكورتيزون هذا هرمون، هو الكورتيزول بينفرز عندنا شي الساعة 3 أو 4 عند الصبح عند كل انسان، وما بنقدر نحن نمارس نشاطنا بدون الكورتيزول. هذا كتير مهم. ونحن لما بتعطي الكورتيزون من أحسن الأدوية اللي وجدت في العالم، يلي هي بالفعل بتشيل الوزمة، بس بدك تعرف أنت تعطي الجرعة المناسبة وإمتى تعطي. الاستطباب بنرجع بنقول على الاستطباب. عفوا على المقاطعة. تمام. هذا هو نفس الكلام بيحصل معانا برضو مع صاحب الحال، صحة الكلب والقط في أوروبا هنا عندنا، خاصة في ألمانيا. برضو يسأل يقول لا مش عايز كورتيزون، أقول له ستوب، ده احنا بنحط 2.5%، 2.5 ملي جرام كورتيزون. احنا بنحط لوكال في الموضع على العصب علشان يمنع الالتهابات اللي حوالين العصب نتيجة للضغط بتاع النواهي اللي فرقعت. دي حاجة. بنحط مادة مخدرة عشان نوقف الدورة بتاعت الآلام
لكن ونحط بعد كده ازموفندين، المادة اللي هي بتشفط المية من النتوء اللي خرج عشان نقلل الحجم بتاعه، وبالتالي نقلل الضغط على العصب. وبنحط بعد كده اللي هو المحلول الملحي اللي هو 15% علشان برضو نقلل الازموزس يعني. وبنحط انزيم معين، الانزيم معين ده بيعمل تآكل للخلايا، يعمل انكماش، بيعمل تآكل للخلايا بتاعة النتوء اللي خرج ده، وبالتالي يعمل انكماش للنتوء. مهم انه عن النتوء بس ما بيدخل على الديسك كله. مثل ما والديسك اللي عشان الناس تفهم الديسك يعني، لو احنا بصينا كده الديسك عبارة عن الغشاء الخارجي، هذا غضروف، والغشاء الخارجي الغضروف ده غشاء خارجي والنتوء من جوه. النتوء اللي من جوه الخارجي والقسم الداخلي. بالظبط. القسم الداخلي اللي هو لو احنا قلنا الديسك هو هذا المنطقة، تمام، بيفتح كده ويخرج منه اللي هو بيطلع من الالياف. المادة دي في انزيم معين ياكل المادة دي، وبالتالي بدل ما هي كده تنزل كده. ايوه. وبالتالي نعمل ايه؟ نقلل الضغط. نفس الميكانيزم او الميكانيكيه اللي في البني ادمين. ايوه. ولذلك الحمد لله عندنا نجاحات كبيره جدا، ونحمد ربنا ان هو ادانا الفرصه ان احنا نكتشف هذا الامر من الهيومن ونطبقه بالطريقه الصح على الحيوانات، وفي العالم كله مشهور باسمه. يعني شو بتعطينا هيك نصائح، هيك بشكل عام نصائح انت كاستاذ وعالم وعندك خبرة 30-40 سنة بهالمجال هذا، شو بتعطينا هيك نصائح عامة بشكل عام بدنا نقول لصاحب المريض أو صاحب الحيوان، ونصائح لزملائنا أو زملائك أنت، هيك نصائح عامة؟ يعني هو بالنسبة لصاحب الحيوان، أنا دايما أقول لصاحب الحيوان وخاصة في بلادنا العربية والإسلامية أن يتقي الله في الروح اللي ربنا أخلفه عليها. يعني إذا كان الحيوان بتاعه مرض، سواء كلب أو قطة أو حتى حصان أو خلافه، خدت بالك لو احنا هنتكلم على الكلاب والقطط مثلا، إذا كان هو مربي كلب أو حيوان، يعني يا ريت يحافظ عليه. أول ما يتألم أو يحصل عنده مشكلة يروح للدكتور، حتى لو التكاليف مرتفعة، خدت بالك هو مسؤول قدام ربنا ان هو يخفف عنه آلامه ومشكلته. دي نمرة واحد. بالنسبة للأمراض العصبية، الأمراض العمود الفقري وأمراض الشلل العصبية، وإذا كان أمراض في المخ أو خلافه، برضو يروح للمتخصص ويدفع الثمن، لأنه هو مكلف بيه، ما يقولش إن ده غالي. يعني دي نصيحة لأي واحد بيربي، لأن الرسول عليه السلام وصانا إن نكون عندنا رأفة بالحيوان، وإحنا أصلا دين الرأفة. ده بالنسبة لصاحب، فما يستغلاش ويهتم بيه. ما فيش حاجة يقول لك يا عم ده كلب سيبك منه، ولا قط سيبك منه. دي الحاجات اللي بتسمعها في بلادنا العربية. مفيش حاجة اسمها سيبك منه. ده انت مسؤول عنه، تأكله وتشربه وفي مرضه تعالجه. ده قدام ربنا، دي مسؤولية شخصية لكل فرد. بالنسبة للزملاء في بلادنا العربية، ان يتقوا الله في أعمالهم. بمعنى أنا طبعا لا أقصد إن هم حدش فيهم يتقي الله، لا. ولكن أنا أقصد إيه؟ إن الواحد فيهم يعلم نفسه صح، يعلم نفسه. أن ربنا أمرنا بالعلم، أمرنا بالعلم. حتى الرسول عليه السلام في آيات قال له وقل ربي زدني علما. تمام، لا مالا ولا ولدا ولا قصورا، وقل ربي زدني علما. وعلمناه من لدنا علما. العلم والعلماء ربنا فضلوا عن أي شيء آخر، وبالتالي يعلم نفسه صح علشان يقدر يشخص صح ويعالج صح. اما النظام ان هو ده جاييني اجنبي اخد منه فاتوره كبيره، ده جاييني مش عارف ايه، ده باشا، ده كذا ده كذا، الحاجات دي لازم يراقب ربنا، يراقب ربنا قوي في اللي هو القصد المالي بتاعه، ان هو ما ياخدش الفواتير بتاعته بالاشخاص، انه يبقى اموره محدده، وفي نفس الوقت الحاجة اللي ما يعرفهاش يحولها للزميل اللي يعرف، اللي يعرف أكثر منها للمتخصص. هون شيء مهم. يعني أنت ده مهمة جدا دي في بلادنا العربية. لازم تعطي يعني بيتصلوا بيا، لو مؤاخذة حبيبي محمد، بيتصلوا بيا أحيانا من بلادنا العربية ويقول لك إن الدكاترة بيذبحوا في الفلوس، وبيدي حقنتين 3 وشوية فيتامين وشوية كذا وشوية كذا، أي كلام ملهاش أي أساس علمي. ربنا هيحاسبه عليه، لأن
إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان إنك تكون تعرف الشيء تؤديه، وما تعرفوش ابعته للي يعرف. ده يعني نصيحتي للزملاء شكرا في بلادنا العربية. شكرا صفوت الغالي، بروفيسورنا الغالي. كان معنا اليوم البروفيسور الدكتور صفوت علي حسن. يعني اللقاء كان كتير كتير شيق، وإسا لو عنا وقت كتير كنا بنحكي كتير على كتير شغلات. إن شاء الله بيكون له لقاء معنا تاني بيحكي لنا كمان على شغلات تانية، على الخبرة اللي جمعها خلال سنواته 30-40 سنة، سنوات الاختصاص والخبرة. بتشكركم كتير على وقتكم الثمين وعلى متابعتكم. شكرا لكم، ولا إلى حلقة جاية.